السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فدوى للوصفات السريعة. وصفتي اليوم هي الطنجية المراكشية بطريقتي، ونحتاج في المقادير إلى اللحم، نصف كأس علبة من زيت زيتون. نحتاج في التوابل إلى ملعقة كبيرة زرعة القزبر، ملعقة كبيرة كمون، نصف ملعقة صغيرة من الملح، وذلك لأننا سوف نستعمل الحامض المصير الذي يتوفر على كمية كبيرة من الملح. نحتاج إلى الخرقوم والزعفران والقليل من رأس الحانوت، ثم نحتاج إلى كأس علبة من الماء، دمك البنة ديال السمن. نحتاج إلى 4 فصوص من الثوم. سوف أضع المكونات كلها في طنجرة الضغط ونتركها مدة ساعة أو ساعة ونصف على نار خفيفة، ثم نلتقي بعد ذلك لنرى النتيجة النهائية لوصفة اليوم. أخيرا، هذه هي نهاية الوصفة، وصفة الطنجية المراكشية التي أتمنى أن تعجبكم، والتي استغرقت ساعة ونصف من الطهي، حيث كنت أراقبها كل نصف ساعة وأضيف الكمية المناسبة من الماء حتى أصبحت ناضجة. إنها فعلا وصفة رائعة وجد لذيذة ورائحتها طيبة. أتمنى أن تجربوها، أن تشتركوا في القناة، أن تضغطوا على زر لايك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهية طيبة.